التوحيد هناخد فيه الدرس اللي هو الأولاني، الجزء الثالث فيه اللي هو ما أسباب نشأة علم التوحيد. هتلاقوا الجزء الأول موجود في صندوق الوصف تحت، ادخلوا عليه واسمعوه، بعد كده اسمعوا ده بعديه على طول. ما أسباب نشأة علم التوحيد؟ ايه اللي خلى علم التوحيد دخل عندنا وتعلمناه؟ ايه اللي خلاه اصلا عملناه؟ هقول له بص يا عم الحاج، في حاجتين: الدفاع عن العقيدة ضد الخصوم، وتثبيت العقيدة. هدافع عن العقيدة ضد الخصوم اللي هم الأعداء، وهثبت العقيدة عند الناس اللي بتسأل، عمالة تسأل عشان ما تسألش كتير. هخليها مثبتة إن أنا أثبت لها إيه؟ العقيدة. والله واحد زي واحد زي يساوي كذا. تمام؟ طيب مين العلماء، أبرز العلماء اللي أسسوا الدرس الكتاب ده اللي هو علم التوحيد؟ مش الكتاب يعني، علم التوحيد نفسه. مين؟ كتير جدا جدا من العلماء، بس أكتر 2 بارزين: أبو الحسن الأشعري والتلاميذ بتاعته، وأبو منصور الماتريدي والتلاميذ بتاعته. دول أكتر 2 اتشهروا. طب مس، هو أنت تعرف حاجة عنهم؟ ده أنت لازم تعرف حاجة عنهم، حاجة بسيطة خالص. يعني مثلا هنا كده هقول له اذكر ما تعرف عن الإمامين أبو الحسن وأبي منصور. هقول له أبو الحسن ده لطيف جدا، الراجل ده ولد 260 وتوفى 324. الراجل ده في الأصل بينتسب لصحابي اسمه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو قريب منه، قريبه يعني، النسائي. أبو منصور الماتريدي، الراجل ده من ماتريد، دي البلد دي موجودة في البلاد ما وراء النهر وراء النهر. مين بقى البلد اللي وراء النهر؟ اللي هي باكستان، بس تحط أوز بقى، يبقى أوزبكستان وطاجكستان. خلاص دلوقتي اسمها كده يعني بلاد ما وراء النهر، اللي كانت حاليا اسمها الأول هي اسمها دلوقتي كده، لكن اسمها قبل كده كان اسمه وراء النهر. الراجل توفى الله يرحمه في سنة 333. مس السؤال المهم بقى: حكم دراسة العقائد الدينية بالتفصيل والإجمال. إجمالي فرض عين، بالتفصيل فرض كفاية. إجمالي فرض عين على كل مين؟ بالغ عاقل. بالغ إيه؟ عاقل. يعني فرض كفاية. عين يعني إيه؟ يعني لازم كل واحد فينا يوقن إن الله إيه؟ حق واحد. ده لازم كلنا نقول أشهد أن لا إله إلا إيه؟ إلا الله. يبقى ده اسمه فرض إيه؟ عين. يعني لازم كلنا لازم نعرف إن ربنا واحد. طب فرض كفاية هقول له يعني مثلا إذا قام به بعض الناس بتعلم علم التوحيد، مش لازم كلنا إيه؟ نتعلم. أنت في مدرسة أزهر وأنا في مدرسة عام، يبقى أنا لازم ندرس التوحيد؟ لا. طيب يبقى عرفت يعني إيه فرض عين وفرض كفاية؟ الفرض الكفاية إذا قام به بعض الناس من طلاب العلم المتخصصين سقط الاسم عن إيه؟ الباقي. طيب مس آخر حتة بقى: مباحث علم التوحيد. بيبحث، ركز كده، في 4 ولا 3 ولا 2؟ 4. هقول له 4: إلهيات، نبويات، سمعيات، مقدمات. يبقى إلهيات، نبويات، سمعيات، مقدمات. وكده نبقى خلصنا الدرس التوحيد بتاعنا، ونخش على الأسئلة بقى إن شاء الله. نقول كده أول حاجة: من فوائد علم التوحيد معرفة العقائد الدينية معرفة صحيحة. صح ولا غلط؟ صح. ممتاز. طيب علم التوحيد ليس له سوى هذا الاسم. غلط طبعا.